الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة قصة النهاردة قصة ببعتها رسالة لكل أم، بقول لها مشروع حياتك وأكبر شيء تقدري تعمليه في عمرك إنك تربي أولادك. والحقيقة إن أنا بقول إن قضية تربية الأولاد يا جماعة العبء الأكبر 90% على الأقل بيكون يعني على الأم. الأب مشغول بلقمة العيش ليل ونهار وبيكدح وداخل في مطحنة الحياة، إنما اللي بتربي بجد هي الأم. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ولو استطردنا في الأمثلة الجميلة اللي نقول عظماء كتير جدا في الإسلام كان وراهم أم. وإذا أردت أن تنظر إلى نجاح الرجل فاعلم أن وراءه أم، إن فعلا في أم وراه، هي اللي ربته، هي اللي علمته، هي اللي يعني فعلا رضعته المحبة وحب ربنا وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب هذا الدين والبذل والعطاء لهذا الدين. قصة النهاردة قصة واحد من أجل علماء التابعين اسمه ربيعة الرأي. يمكن كتير مننا ما سمعوش عنه، ويمكن كتير مننا ما يعرفوش مين هو ربيعة الرأي. وفي واحد اسمه ربيعة الرأي. ربيعة الرأي ده كان شيخ الإمام مالك. الإمام مالك اللي كان بيتقال كيف يفتى ومالك في المدينة، كان من ضمن تلاميذه الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الثوري والإمام الأوزاعي، كل دول كانوا من تلاميذ ربيعة الرأي. القصة ابتدت ازاي؟ تعالوا نبدأ القصة بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. في سنة 51 هجرية كان أحد الصحابة اسمه الربيع ابن زياد الحارثي، كان أمير خراسان، وكان هو اللي فتح بلد اسمها سجستان، وهو يعني كان القائد المظفر، ربنا أكرمه بفتوحات كتيرة جدا. وكان معاه غلامه ده كان عبد من العبيد اللي كانوا عنده، كان اسمه فروخ. احفظوا معايا الاسمين دولت. يبقى الربيع بن زياد ده صحابي، وده كان أمير خراسان، وكان عنده واحد غلام من الغلمان بتوعه اسمه فروخ. الربيع بن زياد عزم بعد لما ربنا أكرمه بفتح سجستان إن هو يعبر نهر اسمه سيحون. ليه نهر سيحون؟ اشمعنى؟ لأن النهر ده كان من بعديه على طول بلاد ما وراء النهر، بلاد ما وراء النهر اللي هي زي ما قلنا اللي هي كردستان. فهو عايز يفتح البلاد ديت، ونفسه يرفع راية التوحيد على بلاد ما وراء النهر. والبلاد دي هتوصله بعد كده بقى لبلاد الترك وبلاد الصين وبلاد روسيا إلى غير ذلك. نفسه يوصل للأماكن ديت بأي طريقة ويرفع راية التوحيد في هذا المكان. الربيع اللي هو الصحابي الجليل اللي هو فتح سجستان وهو أمير خراسان، أعد العدة وجهز الجيش وظبط الدنيا كلها، ومعاه الغلام بتاعه اللي هو فروخ، وجهز كل حاجة، وداخلين عشان يفتحوا بلاد ما وراء النهر. ربنا أكرمهم وقتلوا واجتهدوا وما شاء الله وبذلوا كل جهدهم وجسمهم اتقطع حتت، وبذلوا كل حاجة من أجل رفع راية التوحيد، لأن الدين كان غالي في قلوبهم، وكانوا عندهم استعداد يضحوا بأنفسهم وأموالهم وأولادهم وكل ما يملكوا من أجل خدمة هذا الدين العظيم. انتهت المعركة بنصر مؤزر بفضل الله للمسلمين الموحدين اللي بيحبوا ربنا واللي بيتبعوا نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان سعيد جدا جدا الربيع بن زياد، فرحان قوي بالنصر دوت. وكان فرحان اكتر كمان غير النصر، كمان كان فرحان بغلامه اللي اسمه فروخ، لانه بذل جهد عظيم جدا في هذه المعركة، وبذل جهد غير عادي وتعرض للموت اكتر من مرة، كل ده في سبيل نشر راية التوحيد. فما كان من الربيع بن زياد أول ما عبر النهر وربنا أكرمهم بالنصر إلا إنه افتكر وتأكد وهو عارف ومتيقن إن وما النصر إلا من عند الله. يبقى أول حاجة نعملها إن إحنا نسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. قام وتوضى وصلى ركعتين والجيش وراه الكل بيصلي، صلوا ركعتين شكر لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك راح الربيع بن زياد لازم حب يكافئ الغلام بتاعه فروخ، قال له تعالى انت بذلت جهد كبير وعملت انجاز كبير قوي قوي وقتلت عدد كبير وعرضت نفسك للموت اكتر من مرة. مكافئتي ليك يا فروخ ان انت اصبحت حر لوجه الله.
أنا عتقتك، خلاص ما بقتش عبد، أنت بقيت دلوقتي إنسان حر، وفوق ده كله خد كمية غنايم قد كده، وخد كمان جزء من نصيبي أنا كقائد للمعركة، خد جزء من النصيب بتاعي. فالروخ فرح فرح شديد جدا جدا، لكن بعد فترة حزن جامد قوي. هو كان معاه غنائم وأصبح الآن حر، ما بقاش عبد، لكن حزن لأن ما مرتش فترة بسيطة جدا بعد تحقيق الحلم الجميل دوت، وإن هم عبروا بلاد ما وراء النهر ونشروا راية التوحيد في البلاد الكبيرة دي، بلاد روسيا وبلاد تركيا وبلاد الصين، وما شاء الله وصلوا إلى أقطار الصين. لكن مرت فترة بسيطة ومات الربيع بن زياد رضي الله عنه وأرضاه. وبعد كده بدأ فروخ يفكر يعمل إيه؟ قال أرجع إلى المدينة المنورة، لأن هو أصلا كان من المدينة المنورة. رجع هو فرحان قوي بحاجات كتير قوي. أولا أصبح حر، ما بقاش عبد. تاني حاجة كان معاه غنايم كتيرة. ثالث حاجة ودي كانت أهم حاجة، إن معاه بشريات ومعاه ذكريات جميلة جدا عن الانتصار الجميل ورفع راية التوحيد في هذه البلاد التي كانت كافرة وأصبحت مسلمة. فكان جاي سعيد جدا جدا. نزل المدينة المنورة، وبعد ما نزل كان سنه قرب من سن 30 سنة. فقال خلاص يعني أفكر بقى في إن أنا يعني ربنا يكرمني واكمل بقى نص ديني زي ما بيقولوا، واتجوز واشتري بيت واعيش بقى حياتي زي اي انسان عايش حياة ايمانية جميلة، زوج وزوجة واولاد، والكل بيعبد ربنا والكل بيطيع ربنا، ونطلب العلم وندعو الى الله سبحانه وتعالى، ونقضي بقى رسالتنا الجميلة اللي احنا عايشين من اجلها، كنتم خير امة اخرجت للناس. بدأ يبص ويبحث ويسأل الناس عن افضل بنت متدينة في المدينة، حد ما ربنا أكرمه بزوجة عاقلة متدينة، إنسانة من أسرة كريمة وذات حسب ونسب، واتجوزها وربنا أكرمه واشترى دار وعاشوا فيها، والزوجة أصبحت حامل. لكن كانت في مشكلة عند فروخ، إن كل ما يروح ويرجع ويروح يصلي في المسجد ويقابل الناس ويسمع الخطباء في يوم الجمعة، الكل عمال يتكلم عن الانتصارات الجميلة للمسلمين في كل مكان، وانتصارات ساحقة في بلاد مش عارف ايه وبلاد ما وراء النهر وبلاد. فحنينه للجهاد رجع مرة تانية وقال لازم أرجع مرة تانية عشان أجاهد. وبدأ يكلم زوجته ويقول لها أنا محتاج أن أنا أروح أجاهد مرة تانية. فإذا بها تكلمه وتقول له طب إزاي هتسيبني وأنا الآن حامل، والجنين ده لما يجي أقول له فين أبوك، وأنا مش ضامنة إذا كنت هترجع أو مش هترجع. كأي أم نفسها أنها تعيش مع زوجها وابنها، وأن ابنها يستمتع بوجود أبوه ويطلع يلاقي الأم والأب ويلاقي حياة إيمانية جميلة. فقال لها اطمني إن شاء الله ربنا يكرمني وننتصر وارجع مرة تانية، لكن الجهاد بيجري في دمي ونفسي أروح وجاهد وانتصر وأبذل جهد كبير لخدمة الإسلام والمسلمين. فلما لقيته مصر على أنه لازم يروح يجاهد، قالت له أسأل الله عز وجل أن يردك إلينا سالما غانما. قال لها اطمني أنا هسيب لك 30,000 دينار، اوعي تفرطي فيهم، اصرفي منهم على ابنك أو بنتك اللي جايين، الله أعلم إذا كان ولد ولا بنت، اصرفي عليكي وعليه أو عليها بالمعروف، وخلي الفلوس ديت هتنفعك فيما بعد، حافظ على الفلوس ديت لحد ما ارجع لك إن شاء الله. وودع زوجته وودع الجنين اللي في بطنها وراح يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ما عدتش شوية شهور إلا وكانت هذه المرأة العاقلة الدينة ولدت وأنجبت غلاما. فأول ما أنجبته سمته ربيعة، اللي هو ربيعة الرأي اللي احنا بنتكلم عنه، سمته ربيعة. وقالت دي أمانة وأنا امرأة مؤتمنة، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فهي مسؤولة عن تربية الطفل ده. عملت ايه يا جماعة؟ ما اهتمتش فقط انه يتعلم وبس، احنا محتاجين ان احنا مش نحفظ ولادنا القرآن وبس، عايزين نربيهم تربية ايمانية عالية. ما يبقاش ابني حافظ القرآن وهو بيكذب وبيغتاب وبيسعى بالنميمة وبياكل حرام وبيعمل كل الموبقات وابقى فرحان ان هو حامل القرآن. لا، فرب حامل للقرآن والقرآن يلعنه. احنا محتاجين نربي ولادنا قبل ما نحفظهم، لازم نعلمهم